السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو كالعادة في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت نعدل معاكم الحلوى القاليط واعرة واقتصادية وكتوجد في رمشة عين. وهانتوما معايا تشوفوا الطريقة والمقادير كما كتشوفوا معايا. هنايا انا عندي قبيصات الملاح، وعندي 3 البيضات، وحيت واحد الصفر للتزيين، وعندي كاس د الزيت، وحكيت 2 قشور د الحامض. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا انا عندي الزبده، غادي نملي واحد معلقه كبيره د الزبده باش كتجي هشيشه ما كتجيش قاصحه. وكما كتشوفوا انا عندي 600 غرام د الطحين غربلته من قبل، وعملت كاس عامر السكر. وها انا غادي نخلط معاكم الحلوى ديالي كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه. انا عندي كانت الزبده في النبيره ثم جبدوها من قبل باش كتذوب على حراره المطبخ، كتجي هشيشه كتجي فنه في رمشه عين. كتوجد 10 دقائق في الفران كتكون واجده. كيف ما كتشوفوا كما قلت لكم انا الزبده بارده عندي كانت في النبيره الثلاجه. غادي نخدمها مزيان هي والسكر والزيت وقشور الحامض، غنخدمها مزيان حتى كتولي لينه. وغادي نكمل معاكم الحلوى. كتجي القهوه د العصار كدوز اتاي ضياف الغفله اللي بغيتي. الصراحه انا كتعجبني هاد الحلوى الاقتصاديه كتكون عندي في الدار. كنبقى ضروري خصني باش ندوز القهوه واتاي وضياف الغفله. الا جا عندك حد على غفله تنزل كويس اتاي، كتجي سهله وهشيشه. والصراحه كتعجبني هاد الحلوى اغلبيه كنعدلها. واليوم بديت الفيديو وقلت علاش ما نشاركش معاكم ونصور. انا هنا يد كيصور ويد كيخدم، سمحوا لي على التصوير. كيف ما كتشوفوا حتى كتولي على هاد الطريقه هادي حتى كتذوب عندك المقادير كاملين كينسجموا. صافي انا ذوبت داك الزبده كامله. ثم عملوا الزبده لحراره المطبخ ما تكونش بارده باش تساعدكم في الخدمه. صافي انا هنايا ذوبت الزيت والسكر والزبده. دابا غادي نزيد شويه د العسل. القاليط كما كتعرفوا كيعطي لها شاشه، العسل كيعطيها شاشه القاليط وكيجي فيه مذاق مزيون د العسل. انا عملت لهذا المقدار د العسل، هذه العسل عندي حره وانتم لكم الاختيار اللي موجود، ماشي بالضروره انها تكون العسل حره. صافي انا هنايا غادي نبدا نزيد الطحين بالتدريج كما قلت لكم غربلته من قبل. انا عبرته عندي 600 غرام يا 6 الكيسان د العنبه، الكيسه اللي كنعبروا بهم. وهانتوما معايا نقدر نضيفهم كاملين ولا ما نضيفهمش على حسب الخليط اللي عندي. كنخلط المقادير كاملين عيب باطراف الاصابع، ما كنعجن ما كندلك. كل مره كنزيد الطحين وانا عيني مع العجينه كنشوف ما تفوتوش فيها الطحين. القاليط خاصها تجي مرخوفه وتجي هشيشه، الا فوتو فيها الطحين كتجي قاصحه ما كتجيش مزيونه. صافي انا كنستمر على هاد الطريقه هادي كما قلت لكم. ما تعجنوش، غير دلكو وديو جيو بالاصابع ديالكم.
واخا تشوفوها كتلصق ما تخافوش، ان هذيك الطريقه اللي كتجي بها مزيونه. هنايا انا ما متوفرش عندي الخميره صغيره فيها 8 غرام، بما ان هذه فيها 20 غرام انا عملت النص ديالها واحتفظت بالنص الثاني. كان عليا نعمل خميره اول مره اللي عملت الطحين، ولكن نسيت. ماشي مشكل، انا باقا كنضيف الطحين. فيكم تعملوا لاباني، انا ما عملتش لاباني، عملت القشور د الحامض. كتجي فنه بالقشور د الحامض، انتي كتاكلها وداك المذاق د الحامض كيجي في فمك، كتجي واعره فنه، وحتى ملي كتكون كطيب كتعطي داك الريحه د الحامض كيما شفتوا معايا هنايا. واخا ما تعملوا لا شي ورق الطبخ، هي فيها الزبده ما تخافوش منها. انا بغيت نعملو ولكم الاختيار. على هاد الطريقه هادي كتعملوا كويرات على الحجم اللي بغيتو، وكتضغطوا عليهم شويه لانها كتطلع في الفران. صراحه كتجي هاد الحلوى هشيشه، وعطاتني كميه لا باس بها، عطاتني 2 طواز د الفران. كيف ما كتشوفوا هنايا انا دوبت القهوه سريعه الذوبان مع داك صفر د البيضه اللي احتفظت به، وزدت قطيره د الخل صافي، وغادي ندهن بها الكاليط ديالي. والزواق على حسب الرغبه ديالكم نتوما، بغيتو تخليوها حسبيه، بغيتو تزوقوها، لكم الاختيار، كل وحده والذوق ديالها، كل وحده وشغلها. صافي انا غادي نكمل هذا المقدار اللي عندي، وغادي نوريكم انا الزواق كيما نزوقها انا، وانتم على حسب الاختيار ديالكم. كنجبر فرشيطه صغيره وكنبقى ندوز لها على وجهها صافي، وعاود كنكرر العمليه، كنديها عموديه وافقيه، كتجي مزيونه، كيجي المنظر فيها صراحه هائل، بحال هذيك اللي كنشريوها من المحلات. جربوها كما قلت لكم بقشور الحامض، كتجي فنه. انا هنايا سخنت الفران من قبل، وغادي ندخلها الفران مشعول من التحت او من الفوق 10 دقائق كتكون واجده. ما تغفلوش عليها لانها كطيب بسرعه. وها الحلوى ديالي وجدت كما كتشوفوا، كتجي محمره ما شاء الله، كتجي فنه. وكالعاده الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم، واللي كيشوف قناتي اول مره يشترك فضلا وليس امرا باش يوصلوا كل جديد. انا هذه غادي نعمرها في سبيره الدجاج، غنخليها قدامي في الكوزينه، واخرى غادي نحتفظ بها في بواطه غير هي سدوها مزيان، وكتبقى مده طويله، وكتبقى في القوام ديالها ما كتيبس، ما كتبقى فنه مقرمشه. وها هي الحلوى ديالي، ما تنسونيش بالدعوات ديالكم وبالتعاليق اللي كتحفزني دائما. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.